ما لهمش علاقة بالقصة دي. حتى المرات التي خرج فيها شباب الإخوان كانت مظاهرات من أجل مثلا ما حدث في البوسنة والهرسك، ما حدث أو ما كان يحدث في غزة وخان يونس، لكن ما كان يحدث في مصر أحيانا لم يكن يلفت انتباه أو نظر هذه الجماعة. فلما تيجوا برضو، وانا عملت حصر العدد الافراد اللي احيلوا، انتوا بتقولوا احنا احلنا للمحاكم العسكريه، اهلا وسهلا، صحيح احلتوا للمحاكم العسكريه، بس انتوا ما تعرفوش برضو ان جماعات الجهاد والجماعه الاسلاميه وغيرهم برضو احيلوا للمحاكم العسكريه، مش انتوا لوحدكم. انتوا عارفين ان بعض التنظيمات اليساريه برضو حيلت الى محاكم عسكريه، وكان في ومحاكم امن الدوله العليا برضو احيلوا بها بعض التنظيمات اخرى من غير التنظيم الإسلامي أو من غير الحركة الإسلامية كلها، أحيلت لمحاكمات وانتوا عارفين اللي كان بيقف معاكم في المحاكمات العسكرية كانت كل القوى الوطنية اللي انتوا بتتهموها دلوقتي بتخريب مصر، هم دول اللي كانوا بيروحوا. وأنا كنت محامي لجماعة الإخوان في كثير من هذه القضايا، وكنت بروح وكان بيجي معايا كبار المعارضين المصريين اللي بيعارضوا دلوقتي جماعة الإخوان بسبب استبدادها. هم اللي كانوا بيروحوا يدافعوا عنها. إذن العلاقة مع لا أنا ما قلتش لسه العلاقة كانت إيه. أنا عايز أقول لك إن عدد الذين أحيلوا للمحاكمة العسكرية من الإخوان المسلمين، أعداد الإخوان من 400,000 ل 500,000، عدد اللي أحيلوا للمحاكم العسكرية ما يزيدوش عن 150 واحد من ال 400 150 واحد بس. طب عدد الذين اعتقلوا مرات تصل إلى أسبوعين، من أسبوعين ل6 شهور كانت اعتقالات محدودة. وكان الاعتقالات دي يعني أنا عايز أشرح لك وضع كمان سجن ملحق مزرعة ترى اللي الإخوان اللي صدر ضدهم أحكام عسكرية كانوا بيقيموا فيه. ده وضعه إيه؟ ده فيلا كبيرة، قصر موجود، والقصر ده مكون من عدد من الغرف، وكل غرفة فيها كان بيقعد فيها 2 أو 1 أحيانا على حسب طلبه، ويبقى فيها التلفزيون وفي حمام، والحمام فيه سخن وبارد سخان، وكانت الأمور والزيارات إلى أعلى درجة. وكان أنا عندما كنت أذهب لزيارة كثير من قيادات الإخوان هناك، أنا كنت بشوف ضباط الشرطة وهم بيضربوا تعظيم سلام لقيادات الإخوان. زي مين؟ قول لي أسماء. أقول لك محمد العشماوي كان رئيس مباحث ماسك أمن الدولة في سجن ترى، وده مش كده وبس، ده محمد العشماوي ده اللي هو اتنقل من سجن مزرعة ترى، اتنقل عشان في واحد من قيادات الإخوان اسمه محي الزايط، الدكتور محي الزايط، ضربه لانه تعامل معاه بشكل غير لائق. كانوا بيضربوا فقام محي الزايط ضرب محمد العشماوي، وتم نقل محمد العشماوي بعد كده يعني كان منظر هزلي، ومحي الزايط بيجري ورا محمد العشماوي في ساحة السجن وبيضربه لأنه تعامل معه بشكل، أنا يعني طبعا غلط إن محمد العشماوي يتعامل بشكل غير لائق، لكن كم مرة تعامل فيها بشكل غير لائق مع آخرين. صحيح. لكن لا يمثل، لكن لما يتعامل بشكل غير لائق مع واحد من قيادات الإخوان المسلمين يتضرب ويحال. ووضع المهندس خيرت الشاطر في السجن كان طبعا لا، خيرت الشاطر ده كان قصة تانية، كان امبراطور، كان أسطورة، والمكتبة الضخمة التي أقامها هو الذي أدخل في السجن الدش والتلفزيونات اللي فيها يستقبل كل قنوات الفضائية. طب لما لا أنا عايز أقول لك لما الأمن كان هيدلعهم وبيهننهم كده، طب يعني النظام كان عايز يبقيهم، فكان بيعمل ضربات كده مؤقتة، يعني ضربات محدودة، والضربات المحدودة وأنا بقول لك من دلوقتي كان يتم الاتفاق عليها مع قيادات الإخوان المسلمين، بحيث لا تطل أبدا مثلا المرشد العام، لا المرشد ولا نائب المرشد إطلاق. بعض شخصيات تظل بعيدة عن الاتهام، والشخصيات التانية هي اللي يتقبض عليها، وكانوا بيبقوا عارفين. إنما دول في فترة، وأنا أقول لك سنة 99 مثلا النقابيين مجموعة كان في اتصالات بتجيلي منهم من داخل السجن. كان طبعا الهاتف المحمول ممنوع وقتها منعا مطلقا، كانوا بيتصلوا بيها بالهاتف المحمول ويعرفوا اخبار القضايا. انا كنت بقيم لهم قضايا للافراج عنهم، ولاول مره وزاره الداخليه انا خدت حكم بالافراج عن مجموعه دكتور محمد بديع، الافراج عنهم بمرور 3/4 المده، وده اول حكم يصدر في تاريخ القضاء المصري بخصوص جماعه الاخوان المسلمين في القضايا السياسيه، ووزاره الداخليه طبقته ونفذته. وبدل ما يتحبس الدكتور محمد بديع 5 سنين اتحبس 3 سنين ونص وخرج من السجن، وانصاعت وزاره الداخليه لتنفيذ الحكم وقتها. يعني إذا العلاقة مع الأمن ليست كما انه كان فيها اضطهاد والتعذيب. لا شوفي بقى كمان المرشد السابق مهدي عاكف هو بيقول كان بين، دي تصريحاتهم المعلنه، كان بيننا وبين الامن المصري صفقات
لانتخابات مجلس 2005 كان في صفقات وهم بيعترفوا بهذه الصفقات. أعود لملف الأمن وهيكلته، قلت لي إن دكتور محمد البلتاجي ما هو إلا مساعد لخيرت شاطر، وخيرت شاطر هو الذي يقوم بهذا الأمر وتساعده. التوقعات الآلية اللي هيتم بيها هيكلة الشرطة حسب يعني معرفتك بطريقة وعقلية الإخوان المسلمين، كيف يمكن أن يعملوا عملية إحلال وتبديل لعناصر مهمة داخل الجهاز ويبقى لهم ناسهم؟ بصي يعني. هو الإخوان المسلمين بيفكروا في أمرين: الأجهزة بديلة وتطويع الأجهزة القائمة. الأجهزة البديلة أظن يعني تكلم الناس وأفاضوا فيها لما جه أحد رجال المخابرات الإيرانيين الكبار، والعلاقة ما بين إيران والإخوان تحتاج إلى فتح ملفات والحديث بشأنها، لكن مش المرة دي. لكن لما يجي أحد الشخصيات المخابراتية الكبيرة ويجلس مع عصام الحداد ويجلس مع بعض قيادات من الإخوان ويدور الحوار حول إنشاء كيانات أمنية بديلة للدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين تكون شبيهة بالحرس الثوري الإيراني. يعني ده حقيقي مش مجرد إشاعات؟ لا مش مجرد إشاعات ولا افتراء من الصحف زي ما بيقولوا. لا، أي صحف تلك التي كتبت؟ الصحف التي كتبت هي صحف أمريكية وصحف بريطانية التي كتبت هذا الأمر، والصحف المصرية نقلت عنها.